أقراص العجوة بالسمسم من أفضل الوجبات الصحية اللي ممكن تقدميها لأولادك تأكلها لهم في أي وقت، أو سندوتشات للمدرسة الصبح. تعالوا النهاردة نشوف إزاي نعملها ونخزنها معانا، إزاي نقدر نطلعها في أي وقت ونستخدمها بكل سهولة. من فوائد طبعا البلح إن هو مليان كالسيوم، مليان فوسفور وأحماض أمينية، وكان يعتبر الغذاء الرئيسي للناس زمان، وهو أفضل غذاء للمرأة بعد الولادة. والبلح مليان فوسفور وألياف غذائية، مشكلته الرئيسية في نسبة السكر العالية، فهو مش مناسب للناس اللي عندها سكر، لكن بالنسبة للأولاد الصغيرين هما كيكة بيحبوا الحاجات المسكرة، فاحنا ممكن نستخدمه كبدائل الحلويات بطرق مختلفة جدا. تعالوا بقى النهاردة نشوف مع بعض ازاي هنعمله أقراص مفيدة وصحية ومغذية. بداية من شهر 8 بيبتدي البلح يملى السوق، وده بيكون موسم البلح الجميل جدا. اما بنشتري البلح العجوة وننضفه في نفس الوقت، او بنشتري البلح نص سوا ونشيله في الفريزر، نيجي نطلعه بيكون استوى ونقدر نعمل منه ساعتها عجوة بطريقة تانية. وكده بقى ضمن مصدر البلح جاي منين، ضمن مصدره وضمن نظافته. هنلاحظ ان الملمس والطعم واللون مختلف عن اللي جاي من بره تماما. وعشان طبعا نحصل على عجوه كويسه جدا لازم نفرمه كويس قوي، طريقه كبه او الهاند بلندر، او ممكن بايدي لو البلح طري جدا اتعكه كويس جدا بايدي. والتخزين العجوه عندي في الفريزر، همسك قطعة قطعة بعد ما فرمتها كويس، علبة بلاستيك أرصها، وبين كل قطعة والتانية كيس بلاستيك. مش ضروري نحط زيت لأن هي كده مش هتلزق. ووقت الاستخدام بطلعها وبقليها. لو ما عندكيش علب بلاستيك وعايز تخزنيها عادي في أكياس التلاجة، أخزنها برضو بسهولة جدا، وأطلع الكيس ده لما أحب أستخدمه. الموضوع سهل جدا ومفيهوش أي صعوبة. أخزنهم في الأكياس دي وبشيلهم في الفريزر، أحتفظ بيهم فترة طويلة جدا. وعلى فكرة يا جماعة البلح مش بيتجمد، أعمله بالشكل ده. وتستني لو لسه محطتش اللايك ايدك على اللايك. شايفين عندي هنا بعد ما اتجمدت اقراص العجوة، سهل جدا ان انا اشيلها بمجرد ما ارفع كيس البلاستيك واستخدمها اقليها بكل سهولة. طريقة التسوية بطريقة صحية جميلة قوي، ان انا برفعها على طاسة في النار، والطاسة دي بضيف فيها معلقة سمنة بلدي او معلقة زيت زيتون، واحمرها واخليها تستوي. كل ما استوت اكتر كل ما ادتني طعم وحلاوة احلى واجمل. وده عشان برضو نقتل فيها اي ميكروبات او اي جراثيم. الطريقة دي بتخلي طعم العجوة جميل جدا ونكهته حلوة قوي. بمجرد ما تستوي معايا هنا اسيبها تبرد، ممكن اضيف عليها سمسم او مكسرات وفول سوداني واقدمها وجبة لاولادي، نكون عززنا القيمة الغذائية اللي في البلح. اتمنى لو وصلت لحد هنا ويكون عجبك الفيديو، ما تنسيش الاشتراك في قناتي، شير واللايك لكل اللي بتحبيهم، ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية. السمسم مليان فيتامين دي، وهو من افضل الاطعمة للعظام، انه مليان كالسيوم.